بص يا عمر، انا عايز زاويه 28 ولا 20 ولا 30، اللي بديهولك ده عشرة السنين وخبرتي في التمرين، ولا تقول لي رامي عادل ولا مش عارف مين. ايه دي الجمال والحلاوه دي؟ لا ده انت تراب بقى، ده انت تراب بقى. سيبك بقى من كمال اجسام، ابوس ايدك يا ابني. انت بتلعبوا ايه؟ رفرفه كتف جانبي. جانبي بالدمبل. بالدمبل. طب تعالى بقى اقول لك ايه الغلط اللي انت عملته في التمرين ده. ايه؟ اول حاجه، مش هي دي الوقفه اللي انت عايزها. بص انا ايدي فين. يعني انا من غير ما اعمل اي مجهود 30% او اكتر من 30% من الاداء الحركي بتاع التمرين انا عملته اصلا بدون اي مجهود. يعني لو انت هتلعب التمرين ده بنفس الوضعيه دي هتطلع كده بس، انما لو انت عايز تستفيد بالتمرين بنسبه تتعدى 90% هتعمل اللي انا بقوله لك ده. اول حاجه هتلعب بوزن مناسب ليك. تاني حاجه هتمسك الكيبل كده وتيجي كده اهو، يعني تاخد خطوه من بعد الكيبل. من اول الحركه، من اول ما بتمسك الكيبل كده، كل ده اداء حركي اهو، كل ده انا بعمل مقاومه. فلما تيجي تلعب كده اهو فانت عملت عده كامله. شايف المقاومه مش من هنا ولا من هنا، لا المقاومه من جوه خالص، تطلع وتنزل. بالاداء ده هتستفيد باعلى استفاده باقل اصابات. يا ابني لو فضلت ماشي ورا الراجل ده هيتعبك في التمرين، انا كنت موفر لك 30% طاقه. هو انت كل مره تمرني غلط يا ابني؟ هو انا فلوسي حرام؟ ابعد عن الهبيد ده، وزي ما بنقول في كل فيديو اعرف صح تستفيد صح.